السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل حاجة بسيطة جدا جدا، بمكونات بسيطة جدا. هنعمل منها كمان حلو، وهنعمل منها كمان حاجة ممكن نستخدمها في الاكل. يعني هنعمل منها 3 وصفات الصراحة، وحاجات هتبقى موفرة جدا جدا جدا، وهتبقى غير مكلفة، وكمان في البيت وفرن البوتاجاز، يعني مش هتاخد معاكي وقت. ويلا كده بينا نبدأ. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة إن شاء الله كده هنعمل رقاق طري، وهنعمل منه رقاق ناشف، وهنعمل كمان رقاق حاجة حلوة. وهنبدأ كده ونشوف. أول حاجة احنا مش هنحتاج إلا مية، وهنحتاج ده 1.5 كيلو دقيق هنعمل منه ال3 أنواع، وهنحتاج معلقة ملح مش اكتر من كده. هنحط معلقة الملح، مية عادي من الحنفية، وهنقلب كويس قوي لحد ما المية تبقى ايه مظبوط، ملحها يبقى مظبوط، لا هي مالحة قوي ولا هي ملحها خفيف، هي صراحة كده يا دوب تمام كده. احنا قلبنا المية كويس قوي كده. هندلق المية في شفشة او اي حاجة تاني، عشان خاطر ما ينفعش انك انت تعجيني في المية، ممكن تكون المية كتير عن الدقيق والعجين منك يبوظ. فعشان كده نحط الدقيق الاول، ونحط بعد كده العجين شوية شوية لحد ما نشوف كده. هنبدأ نعجن وهنشوف مع بعض. طبعا العجينة كده بقت كويسة قوي. هنبدأ نقطعها في دقيق وهنشوف مع بعض. طبعا كده انا قطعتهم بالطريقة دي، ورشيت حبة دقيق في الطبق، ورشيت عليهم حبة دقيق، وهسيبهم تقريبا 5 دقايق يرتاحوا بس، لانهم هم ما فيهمش خميرة، فمش هيخمروا ولا حاجة. 5 دقايق بس وهنشوف هنعمل ايه. وخدوا تقريبا بتاع نص كوباية سمنة بس، طالع بسم الله ما شاء الله حاجة تحفة فوق الخيال. اتمنى منكم انكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم. وهكسر دلوقتي واحدة وهنشوف مع بعض عشان تقولوا لي رأيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من فوق ومن تحت زي الفل، واخدين بالكم؟ بصوا بصوا جميلة جدا وطعمه تحفة وهش كمان وحلو جدا. اتمنى منكم تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.